طبعا يا اخواتي عارفين اللي حصل الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت ديت الدنيا مقلوبة خالص لحد دلوقتي. على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك الوضع بقى مقلوب جدا. يعني خلينا نشوف اللي حصل الفترة ديت الايام ديت. صراحة الدنيا مقلوبة خالص هنا في مصر، فخلينا نشوف اللي حصل بالظبط. الحكاية ايه، القصة، الحوار بالظبط، نشوف ايه الوضع. نشوف مع بعض الفيديو ده، خلينا نشوف ايه اللي حصل بالظبط، هنشوف القصة والحكاية كلنا مع بعض، خلينا نشوف. السلام عليكم. اولا البقاء لله، واجب علينا في البداية نقدم واجب العزاء لأسرة عريس أسوان اللي مات وهو بيحتفل مع أهله وحبايبه، وعروسته مات في القاعة. وكمان الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوا قد ايه كمية الوجع وقد ايه كمية الحزن اللي أهل العريس يفقدوه، وكمان عروسته ربنا يصبرها عليها فيه. مات ازاي ومات ليه وايه الوصية الاخيرة بتاعته، ده حضراتكم هتعرفوه، بالاضافة لقصة العروسة اللي كمان قرروا يموتوها وفكروا اللي هي ماتت، لكن ربنا يشاء اللي هي تفضل عايشة عشان تحكي اللي حصل لها ومين عمل فيها كده. قبل ده وقبل ده محتاج كل اللي بيشوفنا صلى على النبي، عشان هي مكسبي ومكسبك. هاخد حضراتكم لأسوان وبالتحديد مدينة كومبومبو. هناك أشرف حاكم كان بيستعد بقاله شهور للفرح بتاعه، وسط حضور من الأهل والقرايب والأصدقاء والمعارف، وسط إحساس مخلوط بالفراق. ليه بقول كده؟ عشان أشرف الله يرحمه قبل ما يموت قعد مع واحد صاحبه وسلمه الوصية بتاعته، وده شيء عجيب وغريب، عشان في القعدة دي صاحبه يضحك ويقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ على العموم عشان انت عريس تقريبا، فاللي بيتجوز عقله بيطير، ما انت كده كده اللي ياخد قرار الجواز ده معلم اكيد مش في وعيك. وقلبوا الموضوع ضحك وهزار، لكن اشرف الله يرحمه اصر اللي هو يسلمه الوصية بتاعته. الشيء التاني والمشهد التاني هي بنت اخت اشرف، لما بصت له قالت له يا خالو انا حاسه ان في حاجه هتحصل. بص لها وقال لها كل اللي هيحصل خير، كل اللي هيحصل ربنا كاتبه. رسائل بالنظرات وبالعيون محفوفه، وممكن نقول كلها كانت تقول ان في حاجه غلط هتحصل لحد يوم الفرح، وده اللي حصل. زي ما حضراتكم شفتوا كان طبيعي جدا بيرقص وفرحان ومبسوط. وقع مرة واحدة، جريوا بيه على المستشفى العام، حاولت تقدم الإسعافات الأولية، صدمات قلبية، طلعوا للأهل والأقارب البقاء لله، العريس مات. الدكاترة بيرجحوا ان هي سكتة قلبية نتيجة للإرهاق المباشر، نتيجة لخلل لكهربة القلب. المهم اللي النتيجة واحدة، مات وساب عروسة أرملة كان كتب كتابها وما دخلش عليها وما دخلش دنيا زي ما بيتقال. مات والقصة دي متكررة، بقينا نشوفها كتير، ان الموت محوطنا، موجود في اي لحظة. ممكن وانا بكلم حضراتكم اموت، بس ايه اللي هيبقى لك؟ هي السيرة الطيبة اللي هيبقى لك، اللي حواليك بيحبوك، يدعولك ويعملوا لك صدقة جارية تنفعك. عشان كده احنا طالعين نعزي نفسنا ونعزي أسرة عريس أسوان
ربنا يكون في عونكم، ويا رب محد يشوفها تبدل الحال من حال لحال، زغاريت الصبح سويت بالليل، وتاني يوم بدل ما تزفوه لشقته بتزفوه لقبره. عروسته فرحتها اتكسرت. مهما نتكلم من هنا لبكرة ونقول ونوصف، مفيش حاجة هتوصف غير حزن، غير ألم الفراق أشد ألم. مش هنطول أكتر من كده، لكن احنا نصيحتنا لكل شاب وكل بنت مقبلين على الجواز: ما ترهقش نفسك، ما تضغطش نفسك. ليلة وهتعدي، ما تجوش على نفسكم ما بين الضغوطات اللي بتظهر عشان الفرح يتم، عشان الشقة تتم، كل حاجة هتتم، لكن إلا صحتك اللي لو راحت مش هترجع. الجزء الثاني من حلقتنا هي أمنية، البنت الشقيانة المكافحة اللي من محافظة المنوفية بالتحديد، مركز تلا، شغالة عشان تساعد نفسها لتكاليف فرحها اللي بعد أيام. بتاخد التوك توك من بيتها لحد شغلها، وهي في التوك توك جالها مكالمة تليفون، ردت على التليفون واتكلمت على اللي معاه في السكة وقالت: أيوة خلاص خدت قرار، أنا هصفي النهاردة الشغل، وقالوا لي هيدوني الفلوس بتاعتي آخر اليوم، هاخدها عشان تساعدني في تكاليف الجواز، الأجهزة والحاجات اللي أنا عايز أجيبها. المكالمة دي كان سامعها سواق التوك توك المعتاد اللي بيوصلها رايح جاي للشغل بتاعها. اخر اليوم سواق التوك توك كان مستنيها كالعاده، خدها وماشيين، لكن وقف في نص الطريق، طلع عليهم مجموعه اشخاص المفروض يدافع عنها، لكن نزل كتفها لمجموعه الاشخاص ونزلوا على راسها لحد ما قالوا دي ماتت، ورموها في المصرف. الفلاحين الموجودين في الاراضي الزراعيه بتاعتهم في اخر اليوم لقوا ان في حاجه غلط، وسواقين التوك توك دول بيعملوا حاجه، جريوا عليهم. سواق التوك توك واللي كان معاه جريوا من المكان على طول، شافوا مين دي، ما لقوش معاه حاجه، لكن بكرم اهل الريف قدروا يوصلوا لوالدها: الحق بنتك لقيناها في المصرف ميته. جري على المستشفى، والاحساس صعب والخبر اصعب، لكن ربنا اراد تعيش من جديد. رجع ليها النبض، رجعت تتكلم، حكت اللي انا حكيته لحضراتكم بالتفاصيل. اتسرق فلوسها، اتسرق كل حاجه كانت معاها، فكروا اللي هي ماتت ورموها في المصرف. ودي طبعا شكلها بعد ما تعافت شويه وقدرت عينيها تفتح من اللي شافته. لحد دلوقتي ما تمش القبض على المتهمين، الاتنين عرسان، واحد مات والتانية حاولوا يموتوها. الاتنين فرحتهم ما بين راحت وكانت هتروح. الاتنين قصصهم ملهمة بالنسبة لي، نقف قدامها ونقول الدنيا فانية، في لحظة ما تبقاش موجود ولا تبقى مع اللي حواليك. عشان كده طبعا كده زي ما انتوا شايفين الحوار كله كده اكتمل والفيديو خلص. فاللي حصل بقى شفته كده بالظبط، ده اللي حصل. هو شفتوا الفيديو. فطبعا كده يا اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم خير باخبار جديدة وقصة جديدة من قصص التيك توكر. بس اشوفكم خير.